أهلا بيكم. في الحلقتين اللي فاتوا عرفنا ايه هي عقلية الضحية وازاي نميزها، وفي حلقتنا النهاردة هنتعلم ازاي نواجه طريقة التفكير الخاطئة دي ونتعافى من أثرها علشان نكسب صحتنا الجسدية والنفسية والروحية. فكونوا معي. عشان أتخلص من عقلية الضحية وتعافى من أثرها السلبية على صحتي، محتاجة أمارس بعض التمارين البسيطة باستمرار علشان أساعد عقلي يكون شبكات عصبية جديدة تساعدني إني أفكر بأسلوب مختلف وأشوف أمور من منظور جديد. أول تمرين هو إني أبدأ أحدد لنفسي أهداف سهل تحقيقها في حياتي وأشتغل عليها لحد ما أحققها، ولما أحققها أحتفل بيها وأكافئ نفسي على إنجازها. التمرين ده هيساعد مخي انه يبدأ يبص للمستقبل اكتر ما بيبص للماضي، وكمان هيبني ثقتي في نفسي وهيخليني اكتشف قدراتي واعرف قوتي. التمرين التاني هو اني ابدأ اركز تفكيري على ايه اللي انا اقدر اديه للناس بدل ما اركز تفكيري بس على ايه اللي انا هاخده منهم، وده هينمي جوايا احساس بالاكتفاء والقوة بدل احساس العجز والحرمان، وده في حد ذاته كفيل انه يغير نظرتي لنفسي ولحياتي 180 درجة. التمرين الثالث هو لستة العرفان، والمقصود بيها اني ابدأ اكتب لستة بالامور اللي بتخليني احس بالعرفان واشكر عليها. والتمرين ده بيغسل مخي من الافكار السلبية وبينقيني من المشاعر السلبية المصاحبة ليها، ده غير انه بيعلمني ادور على الجانب الايجابي في الامور واشوفها واكون ممتن ليها. التمرين الرابع هو اني ابدأ اتحمل مسؤولية افكاري وقراراتي وبطل علق أخطائي على شماعة الأحداث والأشخاص الآخرين وأدرك دوري في قيادة حياتي. والتمرين ده بحتاج أعمله مع كوتش يوجهني، وده من التمارين اللي بتغير طريقة تفكيري تغيير جذري وبتخلصني تماما من عقلية الضحية. التمرين الخامس والأخير في حلقتنا النهاردة هو أني أبدأ أتعلم أقفل صفحة الماضي وأتعافى من جروح، وطبعا ده تمرين بحتاج أعمله مع كوتش متخصص. والتمرين ده بيضمن لي أني مرجعش تاني لعقلية الضحية واستسلم ليها. التخلص من عقلية الضحية محتاج قرار داخلي واعي وجهد بإصرار وكوتش شاطر وأمين. فلو أخدت قرارك الداخلي ومستعد تشتغل على نفسك، تقدر تتواصل معايا عن طريق تطبيق الدكتور أو منصة اسأل أو رسائل الصفحة علشان نبدأ الرحلة سوا. أخيرا كونوا دائما معافين. أشكركم.